بقالي شهرين ما روحتش عند اهلي، وقبل ما اروح لازم اعمل ترويقة الخميس زي ماما معلمتني. قبل اي مشوار او سفر لازم نسيب البيت فل شمعة منورة، وده طبعا طبع الست المصرية. مساء الخير والكثير من الحب. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وعايزه اقول لكم انه مش انتوا بس اللي بتستنوا الفيديو بتاعي ينزل، انا ببقى متشوقه انزل الفيديو علشان اشوف كميه الحب اللي في الكومنتات بتاعتكم. نزلت فيديو من كام يوم، ما قلتش ان انا تعبانه ولا اي حاجه. انا يا دوب نزلت الفيديو، كان شويه رفايع كده جايباها، طبعا انتوا سبتوا اصلا الفيديو كله وكله بقى مالك الف سلامه. انا فعلا بحبكم قوي قوي بجد، ربنا يخليكم ليا يا رب. طبعا انا متجوزه بعيد عن اهلي، وبحكم ان انا متجوزه بعيد عن اهلي مش بروح دايما عندهم عشان المسافه، والواحد بيتبهدل بصراحه يعني في الطريق. فممكن بروح كل شهرين او 3 شهور يعني. انا كنت بقول عادي، وايه المشكله هتجوز بعيد عن اهلي، ما كل فتره هروح كده زياره عندهم. انا كنت فاكره الموضوع سهل والموضوع بسيط، بس طلع الموضوع رخم. فما تتجوزوش بعيد عن اهلكم، وما تقولوش لا عادي وهنقدر وهنستحمل. انتوا هتبقوا فاكرين كده، بس في الاخر هتبقوا مش قادرين اصلا. يعني انا كل مره بروح من عند اهلي لازم اعيط في الطريق يعني بصراحه. ببقى اللي هو ما بين بيتي وما بين بيتهم. طب انا مش عايزه اسيب بيتي وفي نفس الوقت مش عايزه اسيب اهلي. نرجع بقى لترويقه الخميس كبدايه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عايز كسر برطمان التوابل زي ما انتوا شايفين كده. فنضفت كده الاول، وبعد كده بدات بقى في الترويقه بتاعتي. جهزوني يا ابطال، جهزوا نفسكم بقى. ترويقه الخميس النهارده طويله شويه، بس بصراحه النتيجه تستاهل. انا كنت مضغوطه، بس كان لازم اخلص كل حاجه قبل ما اسافر. نبدا بسم الله. شلت الفرش بتاع السراير كلها، الاوضه بتاعتي والاوضه بتاعت عز الدين. الملايات كانت فاتحه، فلميت الفواتح كلها معاهم وغسلتهم. كان في تيشرت غامق غسلته لوحده في الغساله الصغيره. داخله المطبخ عشان اشوف الغساله خلصت ولا لسه، لقيت المطبخ غرقان ميه. اتخضيت طبعا، انا قلت الغساله حصل فيها حاجه، بس الحمد لله اكتشفنا ان البلاعه دخل فيها البتاعه دي، وهي كانت السبب ان الميه اتسدت وعملت كده. الحمد لله المشكله اتحلت. طبعا السجاده بتاعه المطبخ اتبهدلت، فغسلتها وسبتها تتصفى كده على الحوض بتاع الحمام. طلعت انشر الغسيل. بصوا بقى الحركه دي ماما هي اللي علمتها لي. لما بنشر القمصان او التيشيرتات بحطهم في الشماعه بالشكل ده عشان يفضلوا مفرودين، لانه طبعا المشابك بتسيب اثر عليهم، بتخلي شكلهم مش حلو. هنوقف ترويقه البيت شويه وتعالوا بقى عشان اوريكم شويه رفايع واختراعات جبتها للمطبخ، فعلا عمليين جدا، وفعلا تبقي كسبانه لو جبتيهم لمطبخك. ده غطا سيليكون حراري مانع فوران. انسي الفوران اللي بيحصل وبيبهدل البوتاجاز. الغطا مناسب لاي مقاس حله، وكمان بيدخل الفرن عشان لو عندك حله او طاجن من غير غطا. ده بقى سلك تنظيف جواه صابون بينظف المواعين الالومنيوم، بيرجعها جديده في ثواني حرفيا. بنظف بيه كمان المواعين كلها والحوض والبوتاجاز خلال دقايق، بتكون كل حاجه نظيفه وبتلمع. المشكله اللي بتواجهنا كلنا واحنا بنستخدم الهاند بلندر الطرطشه، ده غطا مانع طرطشه للهاند بلندر. والحلو فيه كمان ان مقاسه كبير، يعني هيناسب اي بولة هتستخدميها. دي علبة جلافزات فيها كتير قوي، الجلافزات خامتها حلوة قوي، هتقدري تستخدميها كتير قوي. هو من الاساسيات اللي لازم تكون موجودة عندنا، لانه هيحافظ على ايدينا من الصابون والمنظفات. الماسك ده بقى اختراع عملي جدا، وخصوصا للناس اللي عندها الميكروويف. كل مرة كنت باجي اطلع طبق او اي حاجة متسخنة في الميكروويف ما كنتش بقدر امسكها. الماسك ده بجد رهيب. دي بقى علبة مناديل للمطبخ، العلبة فيها اكتر من 500 منديل. شايفين قوة المنديل عاملة ازاي؟ هنقدر نستخدمها في تنظيف وتلميع كل حاجة في المطبخ، ومش بس هنستخدمها مرة واحدة، لا احنا هنغسلها وهنستخدمها كتير قوي. وكمان نقدر نستخدمها للأكل زي البانيه والبطاطس. مين فينا بتيجي تطلع التلج من الفريزر وما بيبقاش ريحته توم وصلصة؟ طبعا مفيش حد. ده بقى قالب تلج اكليريك، بضغطة واحدة بينزل التلج بالشكل ده، ومعاه كمان الجاروف ده. اخيرا هقدر اشرب العصير والايس كوفي من غير ما ريحتهم ما تبقى توم وصلصة. دي بقى فوطة مطبخ، الخامة بتاعتها حلوة قوي وناعمة، والكثافة بتاعتها تقيلة جدا، بتمتص المية بنسبة 100%. ودي حلوة قوي لتنشيف الايد، وكمان ممكن نخصص واحدة لتنشيف الاطباق. نرجع بقى لتنظيف البيت. بعد كده دخلت الصالون. انا بحب اجدد كل فترة، اعمل اي تجديد حتى لو بسيط. قررت ان انا اشيل الكفرات بتاعة الصالون، نفضتها وغسلتها وشلتهم في الدولاب، وبعد كده غيرت الرصة بتاعة الكراسي بتاعة الصالون. سألتوني كتير عن كفرات الصالون وكفرات السفرة، هل عملية ولا لأ، الخامة بتاعتها كويسة ولا لأ.
تحفة تحفة تحفة، الخامة ممتازة بجد بأمانة. أنا ما بطلعش أي حاجة ليكوا وأعرضها لكم إلا لما بكون متأكدة منها وبكون مجرباها وبيكون بقالها فترة عندي. الكفرات بقالها كتير عندي ما شاء الله، تحفة خامتها جميلة. بس أنا بس شلتها علشان عايزة أغير، بس أنا غسلتهم وشلتهم، يعني هتلاقوني كده كمان شهر بفرشهم تاني معاكم. كنست الشقة كلها وفرشت السراير. عايزة اقول لكم بقى ان انا غسلت الشقة كلها بالمية والصابون في يوم واحد بس. طبعا انا ما بحسش ان انا نضفت الا لو عملت كده، والنهارده كان اول مره اعمل الشقه كلها في يوم واحد. واللي ساعدني على كده طبعا مكنسه شفط الميه. بصوا انا مهما اتكلم عن المكنسه وعن قوه شفطها وبتعمل ايه، انا مش هوفيها حقها. حضرت خلطه التنظيف بتاعتي وبالفرشه دعكت السيراميك بتاع الشقه كله. بعد كده شغلت المكنسه وبدات اشفط كل حاجه. بصوا المكنسه بتشفط الميه بنسبه 100%. انا كل مره بمسح الشقه او بسيق يعني لازم اسيب الشقه، مش بفرش السجاده على طول، بستنى لحد الارضيه ما تنشف كويس وبعد كده افرش السجاد. بس طبعا المكنسه دي بتشفط الميه كأن ما كانش فيه ولا نقطه ميه على الارض. انا بعد ما عملت كده مش انا اللي بتنفس، لا انا حسيت ان الشقه بتتنفس. فرشت السجاد. طبعا انا اخر واحده تخزن ورق عنب، انا من عشاق ورق العنب بس للاسف نسيت خالص واتاخرت. لقيت ده بالعافيه ربع كيلو ب80. كان عندي فلفل الوان. طبعا انا هقعد شويه عند ماما، فقلت عبال ما ارجع هيبقى باظ اصلا يعني، فقلت اخزنه بالمره واحطه في الفريزر. طبعا بيقعد بالشهور في الفريزر، وده من احسن الحاجات برضو اللي انا بفرزها لانه بيسهل عليا الوقت. المطبخ كان نظيف بس عملت ترويقه سريعه كده، غسلت الرخامه والحوض والبوتاجاز، وطبعا استعنت بمكنسه شفط الميه. المكنسه دي هتنفع الناس اللي بتحب التنظيف بالشكل ده، هتنفع الناس اللي ما عندهمش مكان للصرف سواء في البلكونه في الحمام في المطبخ. السؤال اللي دايما بيتكرر برضو، الرخامة السوداء حلوة يا أمل ولا لأ، وعملية ولا لأ؟ الرخامة السوداء تحفة، من أحسن الحاجات اللي اخترتها في المطبخ عندي وما ندمتش عليها أبدا. ولو رجع بيا الزمن برضو هجيب رخامة سوداء في المطبخ عندي. بالنسبة لي أنا غسلها أساسي كل يوم، سواء بقى كانت سودة او كانت اي لون تاني، انا هغسل الرخامة كل يوم. مش معقول بعد الهري والفرق اللي بنفركه طول اليوم في المطبخ الرخامة مش هتتغسل يعني. وطبعا كل فيديو هنزله لازم افكركم ما تنسوش تذكروا ربنا طول ما انتوا واقفين بتعملوا شغل البيت، الا بذكر الله تطمئن القلوب. مسحت المطبخ والسجادة بتاعه المطبخ نشفت، جبتها وفرشتها. معروفة طبعا كلنا بعد ما بننضف التنظيفات العميقة دي لازم نولع البخور، بيطرد الطاقة السلبية من البيت وبيعمل ريحة حلوة جدا كده وأجواء حلوة في البيت. وكمان أنا من الناس اللي بتحب الشموع المعطرة جدا، وبالأخص بقى في الحمام. وبكده تكون خلصت ترويقة الخميس، كده أقدر أسافر وأسيب البيت وأنا مطمنة. قبل ما أنهي الفيديو عايزة أشكركم على كل الكومنتات الحلوة اللي بتكتبوها لي، بحبكم قوي يا أبطال، وتصبحوا على خير.